لا للمزيد من التقشف، يقول هؤلاء المعتصمون أمام البرلمان اليوناني في رسالة واضحة إلى الحكومة ونواب الشعب بأن الطبقات الكادحة قد ضاقت ذرعا بالسياسات الاقتصادية في بلادهم، واستشاطت غضبا من إملاءات الشركاء الأوروبيين التي نالت بشكل كبير من سيادة اليونان. لم تلبث صرخة هؤلاء تخرج من أفواههم بعد أن تجرعوا مرارة الأزمة المالية الأوروبية، حتى أخرج رجال الأمن عصيهم من أغمادها وانهالوا على المحتجين ضربا في واحدة من أبشع ضروب القمع الذي يراه الأوروبيون، سلوكا غير حضاري ومنافيا لحرية التعبير. ومن أثينا إلى لشبونة في البرتغال يستمر الحراك الشعبي ناقما على اقتطاعات مالية حكومية فرضتها خطط الإنقاذ الأوروبية العاجزة حتى الآن عن كسب ثقة البرتغاليين الذين ملأوا شوارع العاصمة وساحاتها في واحدة من أكبر المسيرات التي شهدتها البلاد. نحن هنا للاحتجاج على الاستغلال واللامساواة والفقر، وهذا ما تعمل ترويكا والحكومة البرتغالية على تقديمه للبلد. أنا هنا للاحتجاج على قرارات ترويكا التي ليست حلا للمشكلة، بل على العكس من ذلك، هم يقودوننا إلى المزيد من الركود الاقتصادي. تغص الساحة الرئيسية بالعاصمة لشبونة بألوف المحتجين تلبية لنداء كونفدرالية العمال أكبر النقابات العمالية. والمشهد في الجارة إسبانيا لا يختلف كثيرا عن سخونة الحراك الاجتماعي في عز الشتاء الأوروبي البارد، حيث تواجه الحكومة الجديدة رفضا شعبيا لخطواتها الإصلاحية الأخيرة. الحكومة تقودنا إلى المزيد من الخصخصة، وهذه ليست طريقة لإصلاح الأزمة التي أوجدتها، وبشكل خاص عندما يكون لدى المصارف سيولة مالية. ويبدو أن موجة الاحتجاجات الشعبية في غير بلد أوروبي كما هو الحال هنا في وسط العاصمة الإسبانية مدريد قد أيقظت شعوبا من سباتها إلى صحوة من سياسات حكومية فاشلة أدخلت بلدانها في عتمة اقتصادية قد تستمر طويلا قبل أن ترى نور تلك الإصلاحات المفروضة عليها.